أهلاً ومرحباً بجميع المتابعين الأعزاء. أهلاً ومرحباً بكم في موجز إخباري جديد. خبر جديد بخصوص المشجع الجزائري الذي تبول بملعب الرباط. أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الاثنين حكماً نافذاً ب3 أشهر سجناً وغرامة مالية قدرها 500 درهم عقب الإخلال العلني بالحياء والتفوه بعبارات لا أخلاقية وتسويق الأفعال بفيديو. فيما نفت مصادر أخرى تعرض المشجع الجزائري لأي أذى داخل المؤسسة السجنية العرجات، وأضافت أن السجين يحظى بجميع حقوقه داخل السجن. ويأتي هذا القرار القضائي ليعيد التأكيد على صرامة التعامل مع السلوكيات غير الأخلاقية في المنشآت الرياضية، وضرورة الالتزام بالآداب العامة والروح الرياضية التي يجب أن تسود في مثل هذه التظاهرات.